اليوم جهز لكم طبق حلو، طبق كبسة السمان والفري. إن شاء الله راح نتابع الحين مع بعض ونشوف مكوناتنا. ما شاء الله تبارك الرحمن، وايد طبق حلو لذيذ وإن شاء الله يعجبكم وتابعوني للنهاية. مساء الخير، شلونكم؟ شو أخباركم؟ بسوي اليوم معاكم إن شاء الله كبسة سمان أو فري. راح أستعرض معاكم مكوناتي سريع ونبتدي إن شاء الله. أنا طبعا جهزت السمان، غسلته قبل بوقت وغلفته، هذا هو 6 حبات، وخليته بالثلاجة. هذا عندي نظيف وجاهز. الحين بستعرض معاكم مكوناتي إن شاء الله. هني جهزت بصلة كبيرة، هذه حق الحشو بخليها على جنب، ما راح نستعملها الحين. هني جهزت معاكم بهارات العدلة أو الصحيحة أو الحب، لومية واحدة، قرفة دارسين، 2 قرنفل، هذا فلفل حار اختياري مجفف، ورق غار لورا يعني، 3 حبات هيل، وهذه ثوم فريش. أشيل القشر عنها وأغسلها وأخليها. عندي طماطين قشرتهم وقطعتهم، تقدرون تعصرونهم كيفكم، بس أنا أحب كذي أسويهم. وعندي حبتين جزر فريش هم بشرتهم وقطعتهم. وعندي هني بصلة واحدة للطبخة، وثوم قطعته صغار نخليهم على جنب. وعندي العيش 3 أكواب هم نقعتهم، غسلتهم عدل ونقعتهم بخل اليوم، ما حطيت ملح. طبعا أنا الطماط اللي عندي مو وايد أحمر لونه، بحط شوية معجون. البهارات اللي راح استعملها بهارات مشكلة أبيض بحط اليوم، بحط شوية كزبرة، بحط من كل شيء شوي شوي. بحط بهار خضار ماجي، وبحط بهار كبسة، فلفل أسود، وشوية كمون، من كل شيء شوي شوي. طبعا ما ننسى الملح، دائما أقول الملح على حسب الرغبة. أوكي، أنا حاطة زيت على الشولة، تقدرون سمنة زبدة اللي انتم تبونه. نبتدي على بركة الله. ونسيت أقول لكم إني حطيت كشمش زبيب نقعته بماي حار، طبعا هذا حق الحشو، هم نخليه على جنب. هني جهزت الجدر، حطيت فيه زيت طبعا حار، أنا مشغلة عليه النار. أول شي بسويه راح أحط الجزر، بسم الله، أبي أقليهم شوي. الجزر هني راح أشيله طبعا بعد ما أقليه، وبخلي شوي من الحشو وشوي للطبخة مالتنا. بس أنا أبي المرحلة هذه لأنه حلو، يعطي لون في الزيت، ويصير نكهته وايد حلوة لما نقليه شوية. الحين راح أشيله. هذا الجزر بخليه على جنب. الحين بحط البصل، بسم الله. شحالات الزيت صار من لون يزر وايد حلو. قاعدة اشتغل على نار عالية. الحين بحط الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحط بهاراتي العدلة. الحين بحط السمان او الفري فوقهم. قصرت النار نحرك، حطيت سمان، كسرت النار علشان ما ابي وايد البصل يصير احمر. نقلبهم كذي كلهم عشان ياخذون شوية طعم البصل والثوم. الحين بحط نص قرشة كمون، حطيت نص قرشة كمون. بحط هم قرشة صغيرة، هذه دائما أقول لكم مقدارها صغير، هذه واحدة، هذه 2 قرشة صغيرة فلفل أسود، بهار أبيض مشكل أو أي بهار عندكم، قرشة صغيرة، ماجي خضار نص قرشة صغيرة،
نص قفشة صغيرة كزبرة، بهار كبسة قفشة صغيرة. نحرك. أنا قاعد أشتغل على نار وسط. الحين بحط شوية معجون طماط، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قفشتين صغار. الحين خليت شوية النار عالية بس أبي المعجون شوية ياخذ من النار. هذه بهاراتنا اللي حطيتها كلها. الملح طبعا نعدل عليه نفس ما احنا نحب، نفس ما نبي. نقلبهم كلهم. الحين باخذ شوية من الجزر، بسم الله، وشوية نخليه حق الحشو. بحط الطماط الفريش، بسم الله. بحط الثوم. طبعا فلفل اخضر راح احط اخر شيء، اللي هو الفلفل الحار، ما راح احطه الحين بالاكل، احطه اخر شيء على بخار العيش. وهذه اشياء كلها اختيارية طبعا، حتى الثوم هذا اختياري. راح احط الملح قفشة كبيرة تقريبا. الحين بحط الماء الحار، بسم الله الرحمن الرحيم. اخليه يغطيهم على نار عالية، ولما يطلع الرغوة فوق اشيلها. اول ما يغلي اقصر عليه، اخليه ثلث ساعة كذي، 25 دقيقة، لان السمان او الفري ما ياخذ وقت، لحمة طري وايد، مو نفس الدياي. اوكي، واكمل معاكم. هني جهزت مقلة حطيت فيها زيت. الحين بسوي الحشو. بحط البصل، بسم الله. بحط لهم شوية ملح. هني البصل أخذ اللون اللي أبيه. الحين بحط الجزر فوقهم، بسم الله، اللي قليناه بالأول، وأحركهم مع بعض. طبعا كنت أشتغل على نار عالية وقصرت النار. الحين بحط الكشمش والزبيب فوقهم اللي منقع، كان ماي حار وغسلته، وأحركهم مع بعض. طبعا تقدرون تحطون لوز، صنوبر، مكسرات اللي انتم حابينه، وممكن مع الحشو هذا هم تحطون مكسرات. انا اليوم ما راح احط. طبعا شوفوا ايش حالات الكشمش شلون ينفتح لما يتنقع بالماء، يصير احلى ما تحطونه من غير ما تنقعونه. شوفوا شلون الحبة تصير شفافة وحلوة. الحين طبعا بس بحط لهم بهارات كبسة وخلاص. اي بهار عندكم تقدروا تحطون، مشكل، كمون، اللي انتم حابينه. انا بس بحط بهارات كبسة لهم شوية صغيرة. هذه بهارات الكبسة بس. كذي الحشو او الكشنة مالتنا صارت جاهزة. شوفوا ما شاء الله ايش حالاتها وريحتها تجنن. شوفوا ما شاء الله ايش حالات الكشمش اللي هو الزبيب. الا اطلع هذه شوفوا ايش حالاتهم، شلون طالعين دوائر، مو راضية تطلع معاي. هذه كاهي طلعت، ايش حالاتها شلون صايرة. هذا عشان لما تنقعونه بالماي نفس ما قلت لكم كذا يصير. الحين اخليه على جنب واتابع معاكم. هني عندي الفري او السمان صار جاهز، خلص 25 دقيقة خليته، ما شاء الله تبارك الرحمن ايش حالاته. الحين بشيله طبعا علشان بسوي بالفرن، بخليه يتحمر. ممكن تقلونه، انا لا بحطه بالفرن. بسوي له خلطة الحين معاكم. وكنت بقول لكم بالنسبة للعيش، اللي يحب انه ما يطلع معاه يعني العيش مو مضبوط، لكل كوب عيش تحطون مثلا كوب ونص ماي. اوكي، وعلى حسب العيش طبعا، ممكن كوب وربع، لكن هذا المتعارف عليه. او كل مثلا قفشة كبيرة نفس هذه مثلا عيش تحطون قفشة وربع او قفشة ونص ماي. وبالنظر طبعا مع الخبرة تصيرون تعرفون تسوونه. الحين طبعا بشيله، انا قلت لكم بشيله من الماي
وراح اكمل طبختي معاكم ان شاء الله. او انه اللي ما يعرف للعيش نفس ما اقول لكم دائما نشيل من الماي كذي وننقص اذا تبون الاكله تطلع مضبوطه معاكم. هذه كلها للتعليم لكم، انا اعرف يعني احط بالنظر كذي ننقص الماي ونحط العيش. اذا كان يبي ماي نزيد احسن ما يطلع معانا الماي زايد. كذي نقصت الماي. الحين احط العيش فوقه. هذا العيش بعد ما غسلته طبعا كان هو مغسل وهم غسلته زيادة. الحين بحطه فوق الماي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هذا الماي كذي كافي، ما راح ازيد ولا راح انقص. وهذا الماي الزايد اللي طلعناه من الاكل نخليه على جنب. خلاص شفتوا الماي هميني زايد، هم تقدرون تشيلون كذي، تشيلون شوي من الماي. اوكي على حسب ما انتم شايفين طبختكم، يعني هو لازم يكون واحد، يعني 1 سنتي او 1.5 سنتي فوق العيش. الحين انا خليته على نار عالية. شوفوا لما تحركونه شلون يبين معاكم العيش كذي. الحين بخليه على نار عالية. اول ما شوي اشوف حبات الرز طلعت معاي راح اقصر عليه على نار خفيفة وايد واكتمه بورق زبدة وقصدير واخليه يتبخر على الراحة لمدة 25 دقيقة تقريبا الى نص ساعة. طبعا اول ما يستوي الرز ما راح ياخذ هذا الوقت كله، راح احط الحشو ويكمل الوقت اللي انا قلت لكم عليه. الحين هو ربع ساعة كذي، ثلث ساعة ينشف الماي عنه. بعدين راح احط الحشو معاكم وراح اراويكم التتبيلة مالت السمان او الفري. هذا الفري او السمان طلعته خليته هني. للحشو جهزت زبدة او زيت، راح اخليها شوية تذوب بالمايكرويف. هني ذوبت الزبدة، مو للحشو قصدي، إلا تتبيلة الفري. هني عندي ماي من ماي السمان اللي سلقته فيه. بسم الله شوية أحطهم عليهم. راح أحط شوية صفار زعفران أو كركم اللي عندكم، أو زعفران عادي يصير أي شيء. نحركهم وشوية بحط بسم الله قفشة صغيرة يعني معجون طماط. بس هذا هو، هذه خلطتنا الحلوة. هذه الخلطة صارت جاهزة. هني جهز صينية. بسم الله أحط لها رشة زيت. هذا الفري جهزته بالصينية بالخليط اللي سويته. راح أدهنهم كذي على الوجهين وأحطهم على الشواية ياخذون لون، وبس كذي الفري يصير معنا خالص ويطلع لذيذ وايد، نكهة حلوة. تقدرون تسوون الخلطة هذه هم للدياي للحم، أي شيء أنتم حابينه تقدرون تسوونه كذي. أوكي والحين على الشواية أنا مشغلة الشواية علشان بعدين بحطهم فوق المكبوس الكبسة. هني خلص ما شاء الله. هني خلص ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الكبسة شحالاتها خلصت. باجي شوية صغيرة فيها ماي تحت. الحين شنو أسوي؟ طبعا هي مر عليها تقريبا ثلث ساعة. الحين بحط الحشو هني. هني طبعا حطيت فلفل واحد أخضر حطيته داخل العيش. الحين بحطه هني على جنب، ولما يطلع الفري أحطه معاهم علشان يكمل تبخيره معاهم. بس هذا هو كذي ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحة مو طبيعية. هذا الفري بعد أو السمان بعد ما طلعته من الفرن الحين بحطه فوق العيش. حطيتهم فوق العيش. الحين أخليه يتبخر شوية معاهم بعدين ننشف. طبعا رشيتهم شوية زبدة. خلصنا كبستنا الحلوة اللذيذة كبسة السمان. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن شحالاته. شوفوا طبق شلون صاير ما شاء الله، وايد حلو. شوفوا من جميع الجهات ما شاء الله وايد حلو، ريحته ينن، طعمه ينن مو طبيعي.
طبعا حبيت أقول لكم بالنسبة للسمان، الخلطة اللي سويتها وهو بالفرن كنت أطلعه وأرد أحط عليه خلطة، أسقيه بالخلطة بالفرشة، وقلبته على الوجه الثاني وهم سقيته. طول ما هو بالفرن كنت أطلعه وأسقيه بالخلطة كلها. الخلطة اللي سويتها كلها حطيتها على السمان وأنا أسقيه شوي شوي علشان ياخذ النكهة واللون الحلو اللي انتو شايفينه. طبعا جربوا الطبق، إن شاء الله يعجبكم. طبعا هو بروحه يتكلم، ما شاء الله تبارك الرحمن. عليكم بألف عافية. لا تنسوني باللايك والاشتراك والكومنت.